سيدنا يعقوب كان مش مبطل بكى على سيدنا يوسف لدرجة إن عينيه ابيضت من كتر الحزن. كان كل اللي حواليه مستغربين، انت ليه عمال تبكي؟ انت ليه مش عارف تنسى يوسف؟ ومع ذلك وربنا بيحكي قصة سيدنا يوسف اللي هي أحسن القصص، ما لمش على سيدنا يعقوب حزنه، ما قالش عليه ان هو كده كان ايمانه قليل، ولا ان هو كده كان قانط من رحمة الله ابدا. في ناس لما بتبدأ تحزن وتبين حزنها للي حواليها للأسف بيلاقوا رد فعل غريب جدا من اللي حواليهم. انت بتعيط ليه؟ قرب من ربنا اكتر، انت اقرا قرآن، طب صلي، قرب من ربنا، ده قلة ايمان. الحزن مش معناه قلة إيمان، الحزن معناه مشاعر. في وقت من الأوقات أنا لازم أعيش مشاعري للآخر، وهبقى محتاج من الناس اللي حواليا إن هي تدعمني في الوقت ده. الحزن ممكن يكون أنا حزين ولكن جوايا يقين كبير جدا بأن ربنا هيجبرني، زي ما سيدنا يعقوب كان بيقول: وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعني أنا عندي يقين إن أنا يوسف راجع، ولكن أنا مش قادر أبطل حزن. نتعلم إيه من القصة دي؟ نتعلم إنه مش دايما الحزن معناه قلة إيمان، وإن إحنا لما نلاقي حد بيحزن مفيش داعي أبدا إن إحنا نضغط عليه ونقول له أصل أنت كده مش مؤمن بربنا، أصل أنت كده يائس، روح صلي اذكر ربنا. ده نبي وكان ربنا بيبعت له وحي وبيقول له على كل حاجة، ولكن هو ما كانش قادر على البعد، كان ده محسسه بالحزن والفقد. وفي نفس الوقت كان عنده يقين كبير جدا بأنه هيجي اليوم اللي يجتمع فيه بابنه اللي فقده. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. كان دايما عنده يقين، حتى لما ابنه التاني لما رجعوا من غيره، لما راحوا مصر وسيدنا يوسف أخد أخوه معاه، حجزوا معاه وهم رجعوا من غيره، هو ساعتها قال إيه لما سمع الخبر؟ قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. قالها وهو بيبكي، ما قالهاش وهو مبسوط وفرحان. فاحترام الحزن واحترام المشاعر من الحاجات اللي لو ركزنا في آيات القرآن وهو بيتكلم عنها هنلاقي إن في احترام كبير جدا للمشاعر وعدم تقليل منها وعدم ربطها باليأس أبدا. دايما هنخلي عندنا أمل حتى في أصعب لحظات الحزن، هيفضل دايما عندنا أمل إن احنا ربنا هيجبرنا وهيديلنا اللي احنا نفسنا فيه.